يقول لك لا تقف، الضرب شغال فيا. كل الهدف ان انا خايف اخش المدرعه عشان اتحبس لغايه ما دخلت وادي المدرعه وموتوني وطلعوني. قال لو اتكلمت قلت له مش قادر اخد نفسي. واحد قال لي بص لو اتكلمت هخلص عليك، ما تتكلمش ما تتكلمش. قلت له انا راجل كبير، طب اخد نفسي، طب الحاجني هموت. ما لقيتش لا رحمه من اي حد يا فندم. حماده قلت لا ايه اللي حصل بقى ما بين امبارح والنهارده؟ اللي حصل ان انا اختلفت، لقيت الاهل اتبروا مني كله، اتبروا مني كل الاهل كلهم، والناس اللي في الصعيد ما تعرفناش، ومراتي وعيالي كلهم قال انت مش ابونا، واهلي كلهم بيعيطوا عليا، ومصر كلهم زعلانه ان انا غيرت اقوالي، وبقي يتريقوا عليا على الفيسبوك وكل الجوابات كل الناس قايله لي ده انت. طب ايه اللي خلاك تقول بعد ما كنت بطل ما بقتش بطل وما تعرفناش، يبقى انت كده مش مصري، يبقى انت خدت فلوس، يبقى انت مش عارفه ايه. طب ممكن اسالك سؤال؟ اعمل كده في حياتي حماده؟ وانا بقول لك حضرتك فدا مصر، وقلت الحقيقه بتاعت ربنا، ولو مت عشان مصر. وانا بقول لكل انسان مصري ربنا يديك طول العمر يا حماده. بحب مصر جدا، وبقول كل واحد هو في الاتحاديه او في التحرير حقكم عليا، وانا فعلا انا بتاسف لكم ومستعد ابوس على كل واحد رجل يا حماده. نعم. بص يا حماده، كل واحد اعلم بظروفه. انا عايز اسالك بس، هم قالوا لك ايه خلاك تقول؟ انت دلوقتي بتقول انك قلت حق ربنا، ليه ما قلتش حق ربنا اول مره؟ قالوا لك ايه تعمله؟ مين اللي قالوا لي؟ في الاول حد عرض عليك فلوس؟ ضغطوا عليك؟ محدش حرض، هم بصراحه قواتنا الناس اللي هم في المستشفى ده اللي احنا بنعالجه، مالناش دعوه بحد. بس بصراحه خلاني خفيت الاول. حضرتك جيت المعالجه في المستشفى هنا يعني من اكبر دكاتره، يعني كونسيرو طبي جامد جدا. ناس طالعه وقلت خلاص بقى طالما كده نشيلها مع نفسنا واحاول ادار على الموضوع عشان البلد مش ناقصه تاني. يعني انت عملت كده من نفسك خالص؟ الناس برضه ما سكتتش حاجه عليا برضه. ايوه لا يا حماده، يعني انت عملت كده من نفسك خالص لمجرد ان هم عالجوك؟ ايوه بصراحه يا فندم، لا عالجوني قلت خلاص ادار الموضوع وخلاص عشان البلد مش ناقصه المبلغ طين. والنيابه النهارده بقى قدامها انت قلت الحق؟ والنيابه قالت لي ازاي انك انت قلت يا فندم عشان اهلي والناس وبيت خالي واخوالي وكل عائلتنا في المطريه وفي الصعيد كلهم بيعيطوا، اللي احنا شفناك في المنظر ده احنا ما نعرفش تاني لو ما قلتش الحقيقه، وانت لو ما قلتش الحقيقه هنقتلك، موتك ارحم لنا من اللي احنا شفناه. بيت خالي واهلي كلهم دموعهم كانت غاليه عليا جدا، من ست كبيره لراجل كبير لعيال صغير لمراتي لعيالي. البيت خالي كلهم دمعتهم اثرت فيا جامد، ودمعه المصريين كلها اثرت فيا. عشان كده قلت الحقيقه بتاعت ربنا، وحتى لو مت انا بقول لكل مصري سامحني بس انا فدا بلدي. حماده قالوا عليك ان انت خدت شقق، وقالوا عليك ان انت عرضوا عليك شغل، وقالوا ان انت ادوك وعدوك بمليون جنيه. سامعني يا فندم؟ لو انا خدت من زي ما عوضوني بمليون جنيه وعوضوني، هعمل ايه بالفلوس؟ ما انا لو انا كلها بعيش حتى حاف الفلوس هتعمل لي ايه؟ لما اقابل ربنا يبقى انا بقى كل هدف راح اموت بقى راح اخد طالع عشان الفلوس، كل الفلوس. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم؟ ايه ده بالله؟ ايه ده بالله بس؟ ايه ده بالله؟ انا اكتر واحد بيحب بلده، اي حاجه ظلم بحس حاجه بتولع، بحس حاجه كده، بحس بدي بنهار دموعي ما بقدرش اسيطر عليها، لاني بحب مصر فعلا من قلبي. بص يا حماده، ما حدش رايح عشان فلوس ولا رايح عشان جاه، ما حدش هيحكم عليك عشان ينوم، ما حدش وعايش بالحلال. ما حدش بص، ما حدش هيحكم عليك، يعني ما حدش في موقف ان هو يحكم عليك. في نهايه الامر كويس ان انت قلت ما حدش له حق انه يقعد يقول عليك كذا وكذا وكذا وكذا. انت في الاخر غيرت اقوالك وقلتها الاقوال الصح، قلت حق ربنا للنيابه، صح؟ انت دلوقتي في انهي مستشفى يا حماده؟ انا لسه في الشرطه العسكريه حاليا، وبقول لسه في الشرطه، والناس طالبين هينقلوك؟ النائب العام حول نقلي على مستشفى حكوميه هتنقل فيها ان شاء الله بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا حماده صابر. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي جالنا خبر يعني انه في احد رجال الاعمال او احد فاعلي الخير هيوفر لك وظيفه باذن الله. ما يبسطهم وهيغيروا وجهه حماده خالص، ان انا زي ما معايا بطل هفضل بطل في وشهم ان شاء الله، واللي عملوه على الفيسبوك والتريق عليا يلغوه. يا عم ما يهمكش ولا حد اتريق عليك ولا بتاع. يا حماده انت سمعتني انا قلت لك ايه؟ نعم فندم.
بقول لك دلوقتي في حد اتصل بينا، ويعني احد فاعلي الخير، وقال انه ان شاء الله هيوفر لك وظيفه. نعم فندم. بقول لك في احد فاعلي الخير اتصل بزملائي دلوقتي هنا في الاعداد وقال لهم انه ان شاء الله هيوفر لك وظيفه. انا مش عاوز، انا عاوز الستر من الله. انا اللي عاوز وظيفه ولا عاوز. طب ونعم بالله، انت امبارح قلت انك بتشتغل اسبوع في الشهر، حد يجي له شغل ويكره؟ الحاجه اللي تجي الوظيفه والجال والمال، الغنى غنى الله يا عم، ولا جاه ولا مال. انا بقول لك الستر من ربنا. يا حماده، سامعني يا حماده، حماده اسمعني بس. طبعا ونعم بالله، والستر من عند ربنا اهم حاجه. لان حضرتك انا داخل مستشفى، يعني ما فيش لحظات من كتر العذاب اللي انا شفته بيجي يشيلوني بالبطانيه ويحركوني كده، لان قاطع كل النفس خالص، يعني لحظات. ربنا يشفيك، ربنا يشفيك ان شاء الله يا حماده. يا ريتني رحت عند ربنا وريحت يا سيدي. لا يا سيدي، لا، بس ربنا يشفيك ويخليك لعيالك، بس اهدى بالله. ما كده هنموت يا فندم. يعني طبعا كلنا هنموت، كلنا هنموت، بس برضه نفرح بعيالنا. ربنا يديك الصحه. خليك معايا، انا معايا تليفون تاني. طب خلاص كده اخد نفس يا فندم. طيب خليك معانا يا حماده، ما تقفلش السكه، الزملاء هيكلموك دلوقتي علشان يقولوا لك على موضوع الوظيفه. هكمل لحضراتكم. برضو الراجل اهم حاجه قالها ان هو اتخض واتهز من رد الفعل. اتهز من رد الفعل ده، نفس اللي حصل للراجل الامريكاني. انه كل الناس يا اما اتريقت عليه، يا اما اتعاطفت معاه جدا، يا اما يعني كل الناس